ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ان شاء الله بكل حاجة حلوة. زي ما انتوا شايفين الدنيا مكركبة كده، وكل حاجة فوق راسي النهاردة. هي مش حاجات كتير، هو الفرش بس اللي مكعبل كده. زي ما انتوا شايفين القطين بالمطبخ كده بشوية غسيل متكومين عايزين يتطبقوا، وفي حبة على الحبل وحاجات لسه هنغسلها. يعني ورانا شوية حاجات كده كلها تخاطيف. احنا مش هنمسح النهاردة، احنا لسه ماسحين من يومين. احنا النهارده ميعاد تغيير فرش السراير، فهشيل اغسله وهنفرش فرش نظيف ونكنس الارض كده، نديها كنسه بالمكنسه. طبعا احنا الكنس يوميا، المكنسه شغاله، بس طالما انا فاتحه شبابيك فالتراب بيخش زي ما انتم ما بتشوفوا. مجرد ما بفتح الشباك الهواء بيبقى داخل عندي بتراب، فلازم يوميا ألمع السراير من التراب اللي بيبقى عليها، والأرض بيبقى عليها تراب فلازم تتكنس. هنديها كنسة كده بالمكنسة ونغير الفرش، وتعالوا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هما والله ضحكوا عليا وقالوا لي هاتي لهم عيل تالت كده يتسلوا بيه ويبعدوا عن دماغك، وهيتلهوا فيه وهم اللي هيربوا بعضيهم. فانا اللي بتربى في النص والله زي ما انتوا شايفين. انا الدايره كده في البيت، ليل ونهار الم ورا ده واشيل ورا ده، غير الحمل اللي جوايا. يعني ربنا يعدي الايام اللي فضلنا كده على خير، والمولود الجديد يجي كده الدنيا بخير ان شاء الله. هشيل الفرش زي ما انتوا شايفين. اعذروني بقى، ايه بقيت عامله زي الكرومبه المتنقله. تلاجة 14 قدم ماشيه في الشقه. طلعت فرش نضيف للسرير الكبير كده وفرشته، وهنفرش الكوفرت عليه. والاطفال برضو هغير لهم الفرش. انا كنت شلت الكوفرتات غسلتها امبارح، الكوفرتات التانية، وفي كوفرتات نظيفة طلعتها. هنفرش فرش نظيف للسريرين وهنحط الكوفرتات عليهم. اهم حاجة يا جماعة لازم تعملوها، انا ليل ونهار فاتحة الشبابيك زي ما انتوا شايفين كده، بس بتيجي ساعة المغرب بقفل شبابيك الاوض والبلكونة. اي بيبان مفتحة عندك بقفلها، اللي هي زي الشبابيك او البيبان. وباب الحمام لازم يبقى مقفول، لان في ناس كتيرة قوي بتشتكي ان هي على طول قاعدة في الشقة حاسة بخمول، حاسة بقلق، حاسة بضيقة، متضايقة، مش قادرة تقوم تتحرك من مكانها، مش عارفة تعمل حاجة. هي اي نعم قاعدة في البيت وفاضية، بس مش قادرة، كسلانة، همدانة، مش عارفة تتحرك. الكلام ده كله سببه الرئيسي آه، زي ما بيقولوا بتبقى طاقة سلبية في البيت، او نفس وحشة في البيت، او في ناس كتير بتقولك انا بتخيل ان في حد ماشي في الشقة قدامي. مش عارفة، ده سبب رئيسي احنا كنا بنغفل عنه، او انا كنت برضو من ضمن الناس اللي بتغفل عنه، لان انا ساكنة في دور عالي جدا، فما فيش حد قدامي، فكنت بنتهز الفرصة ان انا فاتحة الشبابيك 24 ساعة والبلكونة ما بقفلهمش طول الصيف. في الشتاء كنت بفتح وبسيبهم، الجو برد يعني برد قوي، بقفل بالليل على على اخر اليوم، بس على طول مفتحة كده. فكانت بتديني زي طاقة سلبية جوه البيت. مببقاش قادرة اتحرك، حاسة بخوف او قلق في جوه الشقة، كأني في حد موجود في الشقة. يعني حاجة مش طبيعية كده. دي حاجة احنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينبهنا عنها، وناس كتير او بتغفل عنها. يقولك ساعة المغرب لازم تقفلي بيبانك وشبابيكك، علشان خاطر ان في الوقت دوت الطاقات السلبية او الحاجات دي بتخرج، بتدور على مسكن جديد او حاجة ليها تقعد فيها لغاية لما يجي فجر يوم جديد، وبعد كده تبعد عنك. فاحنا بغينا عن الناس دي، احنا عايزين نبقى قاعدين في البيت مرتاحين، مفيش حاجة قلقانة، مش خايفين. انا كنت واحدة معرفش اقعد في الشقة لوحدي، او ان انا مثلا ابقى قاعدة طافية نور الشقة كله. كان لازم انوار الشقة كلها حواليا مفتحة. كان بيجي عليا وقت قلق وقاعده مش قادره اتحرك، رغم ان انا قاعده ما ورايش حاجه، يعني مش بشتغل، مش موظفه ان انا مثلا اقولك مهلوكه من شغل بره او كده. بس لما جربت الحاجه دي وواظبت عليها لقيت فعلا ان هي بتفرق معانا وبتحس براحه. زي ما كان اهالينا زمان او الستات الكبيره، كانت ستنا تقول لنا ساعه المغرب اقعد اختك ولا اخوك عشان ما تقعش عليها. الحاجات الكلام بتاعت الناس الكبيره دي ما كناش بنفهمه، بس طلع بجد. يقولك ولا ابنك يجري في الوقت دوت ولا اي حاجه، عشان ما تجيش بالليل تقولي ايه الواد معفرت مش عارفه مش عايز يقعد ليه. لازم نعمل الحاجه دي واظبوا عليها، هتحسوا بفرق. انا كده خلصت فرش السراير،
فرشت السراير بتاعت الاوضه بتاعتهم، وفرشت السرير بتاع اوضتي، حطيتهم يعني الاتنين في الغساله كده هيتغسلوا، تبقى دوره غسيل وانا واقفه بعمل المواعين. والنهارده هنعمل ايه؟ النهارده هعمل شويه مسقعه، حاجه بسيطه. النهارده مش همسح، هو يا دوب هكنس وخلاص على كده، وهعمل شويه الاكل، وورايا غسيل هطبقه، والغسيل الجديد هيتنشر. يعني هنلم دنيتنا كده واحده واحده، مش هنصربع نفسنا. يعني انا خلصت الفرش بره، وكنست الارض، وظبطت المشايات والسجاد، كنسته ونفضته، ولميت الدنيا بره كده وظبطتها. وقلت ايه، قعدت ريحت شويه، وقلت اخش على المطبخ. شويه الاطباق والحاجه اللي قدامكم دي، والكوبايات بتاعه الشاي والحاجه هعملها، وابتدي اعمل معاكم المسقعه. هنعمل النهارده شويه مسقعه، تبقى حاجه خفيفه برضو، ايه في الجو اللي احنا فيه ده، وبرضو حاجه بسيطه تخلص بسرعه. يعني هناكل منها النهارده على الغدا، فاض منها المسقعه لا غنى عنها، فطار غدا عشاء، بتتاكل في كل الاوقات، مش ليها وقت معين تتاكل فيه. هقشر البتنجان معاكم كده، وعايزين نتكلم في الموضوع ده انا سمعته على التلفزيون، و... ولقيت ان فعلا ان في شيوخ كتير او ناس كتير بتغفل عن الرد او عن الكلام في الموضوع دوت. الموضوع احنا كلنا طالعين متعلمين يعني ايه عقوق الوالدين، ان الابن يعيق والده او والدته، لكن ما عمرناش سمعنا ان يعني ايه عقوق الوالدين للاباء، عقوق الاباء للابناء، ان هما الاب والام لولادهم. فناس كتير قوي او احنا عمرنا ما سمعنا عن رأي الدين في حاجة زي كده. المتصلة دي اتصلت بشيخ في برنامج ما على التلفزيون، بتقوله انا عايزة اعرف ردكم في عقوق ابائنا لينا. فالشيخ بيقول لها بمعنى ايه؟ يعني ايه ابوكي وامك هيعقوكي؟ قالت له بمعنى ان انا مثلا متجوزة، وانا وجوزي من بلد ارياف، وبعدنا عن اهلنا، عن اهلي واهله، استقرينا بره. بس هو كان مفروض ان هو يستقر مع اهله، او اهله كانوا مجهزين له ان هو يعيش معاهم زيه زي اخواته. بس احنا بحكم شغلنا وبحكم تلاهي الدنيا وخلفتنا وحاجتنا طلعنا بره عنهم. فمن ساعة ما طلعنا او استقرينا بره عنهم، وهم مش متقبلين جوزي وبيطردوه، كل ما بيروح لهم بيطردوه، ومش متقبلينه ومش معتبرينه ابنهم. وانا جوزي كل ما بخليه يروح لاهله بيرجع من عندهم مكسور الخاطر، وبيرفض ان هو يروح بعديها تاني. فانا خايفة من حتة صلة الرحم او قطع الارحام. فبيقول لها السبب، هل انتي وحشة، زوجة وحشة، او هو ابن وحش؟ قالت له لا، السبب ان هو استقرينا بحياتنا وبدنيتنا بره بيت العيلة. هم كانوا عاوزينه ان هو يفضل قاعد معاهم في بيت العيلة زيه زي اخواته التانيين، وكل اول شهر يديهم مرتبه، وهم يعني يقعدوا ياكلوا من طبق واحد في حتة واحدة، اللي انت تاكل منه اخواتك وولاد اخواتك وولادك ياكلوا منه. لو انت محتاج فلوس تقول لنا انت محتاجها في ايه، واحنا نشوف هل الحاجة اللي انت محتاجها دي مفيدة نديك فلوس فيها ولا لا. بيتك محتاج ايه؟ لو احنا شايفين ان بيتك محتاج الحاجة دي، والحاجة دي ضرورية ما تقدرش تعيش منها يعني من غيرها، نعملها لك ولا لا. فاحنا استقرينا بره، وهم مش عايزين كده، هم عايزين ان هو يفضل تحت طحهم زيه زي الولد الصغير، ان هو قاعد تحت طحهم، وياخد هو يشتغل ويتعب ويكافح، بس يجي في اخر الشهر يديهم او اول الشهر يديهم مرتبه كامل مكمل. ما تطلبش حاجة مننا، اللي احنا شايفينه انت محتاجه احنا نعمله لك، غير كده انت ولا ابننا ولا عايزين نعرفك ولا ليك علاقة بينا ولا تجينا، واحنا غضبانين عليك. فهل انا جوزي لما بيرفض السفر او المروح لاهله، هل كده هو قاطع للرحم، ولا الغلط غلط الاهل، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة ومش قادرة احكم، لان انا حاليا بغصب عليه السفر وهو رافض بحاجة زي كده، وانا خايفة اتحاسب حساب قطع صلة الرحم. يعني انا الاتصال بتاع الست دي او الحلقة بتاعت الست دي، انا لما سمعتها لقيت ان فعلا ما عمرناش احنا سمعنا رأي الدين او رأي شيوخنا في حتة ان قطع الاباء للابناء
ان هم العقوق بتاع الاباء للابناء، معاملتهم مع او تمييزهم بين واحد عن واحد، او التفرقة بين واحد لواحد. فعلا حاجات كتير قوي احنا بنسمعها الايام ديت. يعني الشيخ ردوا عليها بيقول لها انتوا ممكن تكونوا حالة شاذة، استحالة يبقى في حد تاني غيركم كده، او استحالة ان يبقى في حد بيعمل كده. لقيت ان معظم التعليقات على الحلقة دي ناس كتيرة قوي بتعاني من نفس الموضوع اللي الست دي بتعاني منه. بتقوله لا، احنا معظم الناس اللي بتبقى في الارياف او في الاماكن اللي هي فيها بيوت عائلات وبتبقى عائلات كبيرة، ده بيحصل وبيحصل اكتر من كده. ده هي مشكلتها مشكلة صغيرة هينة عن المشاكل اللي احنا بنواجهها. فانا مش لاقيه رد، ومش عارفه اقول ايه، ومش عارفه برضو الحكم بتاع الدين ايه، لان انا تكمله الحلقه ما لقيتهاش. فيا ريت تسيبوا تعليقكم ورايكم في الموضوع دوت، وتقولوا حل من عندكم. ونقول كده احنا خلصنا المسقعه. انا حطيت الحاجه عليها وهدخلها الفرن بس تتحمر ونطلعها زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تسيبوا لايك وتعليق وشير حلو كده من عندكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.